السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده، يلا نصلي على الحبيب قلبنا يطيب. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. هنا كنت بقول لكم انقذوني انقذوني، انا عايزه حل ضروري ضروري عشان ايدي خلاص اتحرقت، بقت فحمه فحمه فحمه. فلو حد جرب بس يعني حاجه للاسمرار الجامد ده او حروق الشمس بعد المصيف، فيكتب لي بالله عليه في الكومنتات، بالله عليه يكتب لي في الكومنتات حاجه، لان ايدي بس مش حته انها محروقه او مسمره، لا المشكله ان يعني بتوجعني جدا جدا. الجلد ذات نفسه مشدود قوي قوي، يمكن بشرتي برضو خدت لون كده غريب غريب الشكل اصلا. بس ايدي فعلا تحس ان هي ايد كرمشت، مع اسودت، مع اتحرقت بس بطاطا رشوا الملح على الشوكولاته. عايزه اقول لكم يعني غمقت فعلا فعلا فعلا. فمش عايزه اجيب اي حاجه، فلو حد بس شاف او استخدم اي كريم او اي مرطب يعيد بس للايد نضارتها ولونها الطبيعي، يكتب لي تحت في الكومنتات، اكون شاكره ليه جدا جدا. النهارده الفيديو كله رغي رغي، عايزه احكي لكم حاجات كتير قوي قوي، يعني احكي لكم الفيديو ده بقى والفيديو الجاي، لان الفيديو كله تقريبا 18 دقيقه، فمش هقدر احكي لكم كل الاحداث اللي مريت بيها في الاسبوع اللي فات. فاستنوني انتظروني. اول حدث كده زي ما انتم شايفين، وهنرجع تاني للاحداث اللي كانت في المصيف. بس دلوقتي ايه اللي انت بتعمليه؟ انت جايه كده كلة نشاط وحيويه، غصب عني مش بمزاجي. ايوه، غصب عني مش بمزاجي. انا جيت لقيت الدنيا غرقانه كالعاده كالعاده، اكون في مصيف واجي لازم الاقي في اي حاجه كده. البيت مش راضي، زعلان ان انا سبت. مش هسيبك اول ما تيجي من السفر كده تريحي يومين وتغسلي الغسيل، وانتوا عارفين اي حد بيبقى مسافر، وخصوصا لو طلع يعني سفريتين ورا بعض، بيبقى قد ايه مثلا واحد عايز يفصل ينام. اي مصيف الواحد ما بينامش برضو براحته مهما كان، حتى برضو في المصيف اللي هو كان سيدي كرير الواحد برضو بيبقى عايز يشوف الاجواء، وكده كده بننام في البيت، هنروح هننام، هنروح فين يعني، هنروح ننام. فلقيت الدنيا عايزه اقول لكم متغرقه جدا. السجادة دي طايلها مية، يعني كانت بص عايمة كده من كتر المية. طب من ايه؟ قعدت اشوف الوصلة بتاعة الحوض، لا الوصلة بتاعة الفلتر. المهم لقيت وصلة الفلتر، وكانت بالسرب بسيط جدا، فما كانش واخدين بالهم يعني في البيت انها كانت بتسرب. فكل انا بحط هنا ادوات النظافه، ومثلا باسكتات زي دي او منظمات زي دي بحط فيها الفوط وحاجات المسح والحاجات دي وسلك المواعين. كل ده من كتر الميه صدى وصدى على الفوط، والدنيا بصوا كانت رهيبه. يعني عايزه اقول لكم فعلا يمكن لو ما كانش فيه الفوط وامتصت الميه دي، كانت الميه هتبان بسرعه. فدايما كده خلوا بالكم، وبصوا يعني بصوا ايه كل يوم كده في اخر النهار على الحوض وعلى التسريبات وعلى الحاجات دي. فكانت الخرطوم بتاع الفلتر سرب يعني. بس فهو انا بقى ايه، قلت يلا انا جايه كده كده على نشاط، والبيت طبعا عايز كله يتشال ويتمسح ويتنضف، وكنس وتنظيف عايزه يعني، والمفروشات كلها تتغير. كل ده طبعا انا كنت هبتدي من المطبخ، بس هو قال لي يعني لا هتبتدي من المطبخ يعني تبتدي من المطبخ. فطبعا الحاجات دي كانت مسربه عليها ميه، فمسحتها كلها، وقعدت ان انا ايه افرز الحاجات اللي ملهاش لازمه، والبسكوتات الكتيره اللي على الفاضي دي شلتها. يعني تهذيبا واصلاحا، المصيف تهذيبا واصلاحا. عايزه اقول لكم اول يوم في المصيف ابتديته كان، بصوا يعني ممكن تكون حاجه بسيطه قوي بالنسبه لكم، بس هي كانت الصراحه مؤثره فيا قوي. طبعا في ناس كتبت لي هنا في الكومنتات ان بطاقه مهاب ضاعت. فعلا بطاقه مهاب كانت ضايعه، ونشروها على الجروب بتاع الفلكي، بس نشروها بعد يومين. يعني على فكرة اتنشرت بعد يومين. لكن اول ما انا رايحة المصيف يا دوبك كان احمد قال لمهاب روح اسحب، عايز انا اضم لوجي مع بوسي في المدرسة. اولى ابتدائي ما نفعش في كيجي، فقالوا لي في اولى ابتدائي ان شاء الله. فقال له اسحب الورق او شوف ايه المطلوب وكده. فالمهم يعني هو اصلا راح في مكان غير المكان اللي احنا قلنا له عليه. المهم المحفظة بقى احنا مش عارفين اتسرقت منه، اتنشلت منه، وقعت منه، مش عارفين الظروف ايه يعني، كنا مش عارفين. المهم ان هو كان طبعا تدخلي المدرسة او تدخل المدرسة لازم بتسلم البطاقة
عند باب المدرسة وانت داخل يعني، فجه يسلم البطاقة ما لقاهاش، المهم وقعت منه، راح يعدي على الطريق اللي مشي منه 4 5 مرات. عايزة اقول لكم ان هو نزل معايا من ساعة ما نزلت، رحت يعني ركبت مع سمر ورايحة المصيف لغاية ما احنا خلصنا الإجراءات والورق، وهو كان لسه رايح جاي على البطاقة لغاية ما طبعا الجو كان اليومين اللي فاتوا حر جدا وجاله ضربة شمس، فكان موقف يعني لا احسد عليه يعني. فالمهم قال لي اقول لبابا، قلت له لا ما تقولش لبابا يا حبيبي، ما تقولش لبابا يا حبيبي، عشان هو ايه طبعا اكيد هيتنرفز وانا كمان مش موجوده معاك يعني، واكيد البطاقه مستنيين النتيجه تطلع، فعقبال ما انا اكون جيت باذن الله بالسلامه تكون النتيجه طلعت، وساعتها بقى نعمل بدل فاقد وكده يعني، بدل فائد والكلام ده كله يعني. فانا اللي قلت له يعني ما تقولوش، عشان برضو انتوا عارفين الابهات غير الامهات يعني، بيتنرفزوا كل حاجه بياخدوها على اعصابهم. بصوا بقى انا كنت حاطه الممسحه دي البديل ليها يعني، انتوا عارفين الام لما بتبقى موجوده برضو في البيت يعني ايه، بتخفف وطأة الزعل شويه، الزعيق مش عارفه ايه غصب عنه الكلام ده كله، لكن هو كده ايه هيبقى وجها لوجها يعني. المهم انا قلت ايه اكتب على حتى جروب الفلكي يعني، حد لقى بطاقه حد لقى حاجه وكده، فقلت لا انا مش يعني مش هكتب على الجروب ولا حاجه يعني، علشان باباك ما يشوفهاش، ده هو كمان معايا في الجروب والكلام ده كله، فبلاش بقى لما اجي ان شاء الله ربنا يحلها. قوم ايه يا ولاد قوم ايه هو بصوا عايزه اقول لكم رب ضارات النافعه بالنسبه للوصله، لقيت الشمع كله عايز يتغير وفات عليه وقت طويل قوي، طبعا مع الواحد يعني الاستسهال وكده بينسى. قوم ايه يا ولاد الناس يشوفوا البطاقه بتاعت مهاب، وفي واحد بقى اللي هو لقاها ده بجد ربنا يجازيه خير، والله يجازيه كل خير يا رب. عايزه اقول لكم البطاقه رجعت بالفلوس لسه الدنيا بخير، كان فيها مبلغ كبير جدا لان انا كنت سايبه له فلوس يعني نجيب بانيه، لان ماما هنا ومهاب ويجيب لحمه مفرومه ويجيب حاجات للبيت وعطاله مصروف وكده، فكان مبلغ يعني، فالدنيا الحمد لله بخير الحمد لله. المهم قبل بقى الحوار ده كله الناس يشوفوا الاسم ويشوفوا البطاقه يمنشنوا لاحمد في الكومنتات، كان نايم فيتصلوا بيه طبعا جزاهم الله خير، يقولوا لقينا بطاقه ابنك، هو يتخض لان مهم ما كانش موجود في البيت الوقت ده، طلع يجري يسال ماما يعني ايه الاخبار مهاب فين، قالت له لا ده لسه مع اصحابه لسه ما جيش. بيقول لي انا ما اعرفش البطاقه وقعت منه، وقالوا لي لقينا بطاقه ابنك، انتوا متخيلين الصدمه ومتخيلين الخضه. بس ارجع واقول انا اللي غلطانه يعني، ارجع واقول انا اللي غلطانه وانا اللي عملت كل ده. دي اخرة الخوف يا جماعة، دي اخرة الخوف. انا مش عارفة ازاي انا في السن ده وبخاف الخوف ده كله يعني. فالحمد لله على كل حال الحمد لله. طبعا يعني مش عايزه اقول لكم زعق لي قد ايه، بس الدنيا عدت على خير يعني، عدت على خير، وكنت طبعا متنكده اصلا من قبل ما تطلع النتيجه من المصيف بسبب البطاقه، وهنقول لاحمد ازاي ونعملها وهتاخد وقت، وعايزين نسحب بقى لما النتيجه تطلع الملف والحاجات دي كلها. فده يعني اول حاجه يعني جت بقى مع طبعا المصيف يعني، القرية مش احسن حاجة، الاجراءات اللي فيها بتاخد وقت كتير قوي، بتضيع من استلام الشاليه، الوقت كله ده من استلام الشاليه في التسليم والاستلام والحاجات دي كلها بتبقى صعبة يعني، صعبة ما عندهمش سهولة او مرونة في التعامل، مع ان في ناس كتير جدا جدا وزحمة جدا جدا عليها، بس يعني الصراحة بورتو مارينا احلى بكتير يعني، احلى بكتير. وممكن الولاد ينزلوا من غير اي عربية ولا اي حاجة، بتروحي بالعربية تركنيها وبتنسيها، بتروحي سوبر ماركت تحت العماير، بتروحي اي مكان اكل متوفر هناك، سوبر ماركت ومطاعم ومكان اصلا لكافيهات لترفيه لاي حاجه، ممشى جميل جدا. عايزه اقول لكم برضو حد عايز يتصور، حد عايز يتمشى بس يقعد على البحيره، جميل. لا بورتو الصراحه بورتو مارينا جميله جدا 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 يعني، انا بالنسبه لي احلى من بورتو مطروح. وسيدي كرير تيجي بقى ايه في المقدمه يعني التانية او في المركز التاني بجد، لما رحت السنه دي وقضيت وقت فيها حلو جدا يعني، كانت جميله جميله، اسعارها حلوه قوي قوي، كانك في اسكندريه بالظبط. هنا بقى كنت بقول لكم يعني الفلتر اهو، قلنا بالمره نغير الشمع والراجل قال لي يعني افتحي الميه كده سيبيها شويه، عشان طبعا بياخد بقى الشوائب والحاجات دي كلها لما تحطي الشمع الجديد يعني. الحمد لله عملت تنظيفه كده ايه محترمه،
للمكان بتاع ادوات التنظيف. وطبعا كل حاجه رحت حطها مكانها وظبطت الدنيا، والحاجات اللي فيها حاجات بسيطه كده استخدمتها والمكان بقى فاضي قوي. و... واهم حاجه يعني ان انتوا ما تحطوش فوط، يعني الفوط ما تحطوهاش تحت الضرفه اللي فيها مثلا الحوض، اللي فيها ممكن يحصل فيها تسريبات، لانها تشرب ميه وتعمل ممكن تكون تعمل عفونه وانتي مش واخده بالك خالص يعني. يعني عملت مجهود جامد جدا جدا اليوم ده بجد. كان مستنيني ده كله فين، كان مستنيني ده كله فين. وبعد كده عملت اكل، عايزه اقول لكم عملت كبده ومكرونه وبطاطس محمره، يعني اسرع حاجه. بس الواحد لما بيجي من المصيف ويكون متوتر فيه كمان عشان كذا حاجه، طبعا النتيجه كفايه توتر النتيجه لوحده ده، يعني كفايه كفايه، فبيبقى عايز يفصل. مش وقته حضرتك اللي بيحصل ده. فالحمد لله يعني انها جت على قد كده، الحمد لله رب العالمين. طبعا بشكركم جدا جدا على كومنتاتكم الحلوه ومباركتكم بجد المهاب، بجد فرحتوني وفرحتوا قلبي، ودايما دايما واقفين في ظهري، ودايما حافز ليا، ودايما يعني فعلا لما بقول عيلتي يعني التانية اليوتيوب، لان بصراحة انا اتعرفت منه على ناس عمري في حياتي ما كنت هعرف اتعرف عليهم ولا اشوف زيهم بجد في الدنيا دي. يعني الناس الجميلة، الناس اللي بتحب الخير لبعضيها، الناس اللي فعلا بحس الفرحة من قلبهم. يعني مجرد كومنت كده انا بحس الانسان ده قد ايه فرح لي، قد ايه بيحبني، قد ايه يعني اللي من جواه اكتر بكتير من اللي هو بيكتبه ومش عارف يعبر عنه. بجد المثل اللي قال رب اخ لم تلده امك، ده مثل صحيح 100%، بجد مثل. يعني عايزة اقول لكم ما خابش اللي قاله بجد بجد. انا حسيت بالفرحة في كومنتاتكم، ويمكن ما حسيتهاش مع ناس قريبين مني. حسيت بدعويكم الجميلة اللي كانت دايما بتقف لي بجد. وزي ما انا قلت لكم انا اتعرفت على ناس فعلا يعني نعمة، الناس بتكلمني وتتواصل معايا، وكانت كل يوم بتدعي لمهاب ويطمنوا عليه وعمل ايه في الامتحانات. وطبعا في ناس ما بيحبوش ان هم يعني انا اذكر اسمهم في القناه، وطبعا في ناس عادي بيقولوا لي عادي قولي، ما احنا فرحانين، هو زي ابننا، هو زي ابن اختنا، زي حبايب قلبي منى ووفاء. وكانوا دايما بيطمنوني وبيقولوا لي احنا عارفين وواثقين في ربنا طبعا سبحانه وتعالى انه هيدي علامات يعني درجات حلوه جدا لمهاب، وان ربنا مش هيضيع تعبك، واحنا متاكدين، وربنا سبحانه وتعالى مطمنا وفرحانين. وكنت لما ببقى خايفه كانوا بيطمنوني ويفرحوني وبيقولوا لي ان شاء الله الدرجات تبقى مليحه او منيحه، وان شاء الله ربنا هيكبر بخاطرك فيه وهيعوض تعبك خير. طبعا وناس كتير، بس هم كانوا دايما ما في امتحان فوتوه، اصلا ما في امتحان فوتوه الا لما بيسالوا عليه وعمل ايه واخباره ايه وكان مطمن ولا لا. حتى في الامتحانات اللي ما كانش مطمن فيهم كانوا بيقولوا ان شاء الله باذن الله ربنا هيأمن مخاوفه، وان شاء الله هيجيب درجات كويسه، وان شاء الله الدنيا تعدي. واحنا عندنا وفي حاجه مريحانا من جوه نجاح مهاب، من جوه درجاته هتبقى كويسه وهتبقى زي ما هو عايز. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. فبجد بجد الف حمد والف شكر لربنا انه بجد رزقني بناس حلوه زيهم وزيكم، اللي هم الناس اللي مش بتعرف تتواصل معايا بس تكتب لي في الكومنتات. فرحتكم بجد واصلولي، فرحتكم منوراني وبسطاني ومخليه يبصوا بقي من هنا لهنا. والله فعلا اسرتي التانية، وربنا يبارك فيكم وتستاهلوا كل خير على كلامكم الطيب وكلامكم الجميل. تسلمولي يا رب، تسلموني. عايزه اقول لكم في ناس كتير قوي قوي كنت متوقعه منهم ان هم يتصلوا وان هم يفرحوا معايا وان هم يساندوني ويتبسطوا معايا ويفرحوني. طبعا يعني ما شفت منهم اي اتصال ولا اي حاجه، يعني مع ان انا كويسه جدا جدا معاهم. يعني الحمد لله الواحد كويس مع ناس كتير، الحمد لله رب العالمين بشهادتهم هم شخصيا يعني. بس ما اعرفش يعني استنيت يوم 2 3 لا حياة لمن تنادي. بس انا والله يعني من العشم الواحد بيبقى زعلان، وبعد كده خلاص يعني عارفين اللي هو انت مباركتك ليا لا هتزودني ولا تنقصني. بس طبعا حتة المشاركة يعني لما مثلا ما
ما تشاركنيش في فرحة زي دي، او ما تقوليش مبروك، او تطمن عمل ايه ولا ايه الاخبار ولا الكلام ده كله. يعني في ايه بعد كده تاني؟ يعني الثانوية العامة تقريبا انا ما لقيتش بس ان في مصر بس لها إيه يعني شنتها ورنتها زي ما بيقولوا، لا لقيت في الدول العربية كتير. وخصوصا بقى الناس دي لما تبقى مثلا حد مثلا معرفة، قريب، حد يعني قريبك، حد معرفتك، حد ناس واكل معاهم عيش وملح، وفي الاخر يعني ما فيش اي حاجه، ولا كأن عندك شهاده. يعني عايزه اقول لكم ده في ناس في الاعداديه بتطمن، وفي الابتدائيه بتطمن وبتيجي وتبارك وتجبر بالخاطر. عارفين حته جبر الخاطر دي حلوه قوي يعني. عارفه من مجرد تليفون، يعني عندي هنا ناس كان التليفون مقفول، يعني مش مقفول، كانت شبكه وحشه قوي. يوم ما طلعت النتيجه يتصلوا على الواتساب وعلى الماسنجر واتصلنا بيكي وانت فين. يعني عارفين اللي هو مش حته ان هم عايزين مثلا يتصلوا كده وخلاص، اتصلوا لقوا التليفون مقفول خلاص بقى احنا مش هنتكلم تاني، لا على الماسنجر وعلى الواتساب وانا عارفين الشبكه وحشه، اول بس ما تجمعكي طمنينا. بصوا، وكل الناس تتصل وتتكلم وتعمل، اللي عايز يوصلك هيوصلك. عارفه لو بينك وبينه السدود جبال، فاهمه؟ لكن فاهمه بقول لكم فاهمين يعني. كاني بكلم واحده صاحبتي، فبقول لكم يعني الدنيا لا يعني مش مستاهله ان انت تزعلي. بتزعلي وتتاثري، لا ما تخليش اي حد يضايقك، حد ينغص عليكي فرحتك. لا افرحي وتبستي، ولا تحطي مثلا حد ما اتصلش بيكي، حد ما قدركيش. كبري دماغك، يعني كبري دماغك بجد وعيشي حياتك وافرحي بولادك. عندك مناسبة حلوة افرحي، عندك موقف عديه. لكن بس برضو يعني حاجة برضو اعمليها، مفيش حاجة اسمها ان انا ابقى طيب على طول وادي على طول وما اخدش والكلام ده كله، ده معلش اسمه هبل يعني. فبالمثل يعني المعاملة بعد كده بالمثل، يعني اللي يعاملك كويس عاملك كويس، اللي يعاملك وحش وما يقدركيش ما تقدرهوش. لازم بعد كده والله العظيم المعاملة بالمثل، لان كل واحد بيبقى عنده مشاعر واحاسيس، وبيزعل وبيتضايق وبيبقى فرحان، عايز اللي ده يشاركه فرحته وده يشاركه فرحته، بيبقى مبسوط ما بيسيبش حد لما يكون في حاجة. فلما يلاقي المعاملة كده لا، ما خلاص بقى ستوب ستوب بجد. فالحمد لله ان ربنا رضاني، والحمد لله رب العالمين ان ربنا رزقني باخوات زيكم، وربنا يخليكم ليا يا رب، ويديمكم دايما نعمة في حياتي، ودايما كده منورين حياتي وبتعوضوني عن اي حاجة بتزعلني، اي حاجة بتضايقني. هنا بقى كنت بقول لكم انا جبت، كان بقى البيت فاضي، غسلت كمية غسيل رهيبة، فعلى طول عايزة اروح السوبر ماركت، فاروح بكرة يا بعده ان شاء الله. فجبت بصوا بقى اوكسي ولبن، وجبت مسحوق كمان غسيل اللي هو الاطباق، سائل غسيل الاطباق، وجبت سكر، يعني شويه حاجات كده بسيطه. لقيت صرفه مبلغ وقدره عند السوبر ماركت، قلت لا لا مفر، لازم بقى ايه اروح اجيب حاجات وخزين بكره ان شاء الله للبيت، لاني ما روحتش من العيد الكبير، يعني حوالي داخله في شهرين. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، متنسيش لايك وشير كومنت حلو منكم، بتساعدوني جدا.